to invite His Excellency, the Prime Minister of the Kingdom of Morocco. He is going to start us off. His Excellency, Prime Minister Aziz Akanouche. Welcome. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أصحاب السمو الفخامة، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، لطالما شكلت قضية تعبئة الموارد المائية موضع اهتمام خاص لدى المملكة المغربية، حيث أولت الرؤية السديدة لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله عناية خاصة لهذا الموضوع وتتبع شخصي في أعلى المستويات. لذلك خصت المملكة المغربية أكثر من 14 مليار ديال الدولار لتنزيل برنامج وطني طموح لتزويد بالماء الشرب وكذلك مياه السقي، من خلال تبني تصور متكامل ومبتكر لتمكين المملكة من تأمين مخزون مائي استراتيجي. وفي هذا الصدد تم الاشتغال على واحد المجموعة من المحاور الرئيسية. غنحاول نعرض التجربة ديال المغرب في قطاع الماء في 5 ديال النقاط. أولاً، إنجاز مشاريع هيكلية للربط بين الأحواض المائية، النقطة اللي تكلم عليها السيد الرئيس الفرنسي ماكرون، وذلك من خلال إنجاز طريق سيار مائي بما يضمن الربط المائي بين شمال المملكة ووسطها، حيث تمكنت بلادنا من إنجاز الشطر الأول لهذا المشروع من خلال ربط حوض ديال واد سبو مع أبو رقاق اللي كيعطي للدار البيضاء والرباط بطاقة نقل للمياه كتصل إلى ما معدله 1,000,000 متر مكعب من المياه في اليوم. ثانياً، إنجاز مشاريع ديال تحلية المياه. هذا الإطار نجحت بلادنا في إنجاز 14 محطة ديال تحلية المياه، أبرزها محطة أكادير والدخلة اللي هما كيصلحوا المياه الشرب وكيصلحوا كذلك المياه ديال السقي والفلاحة. وهذا كتعمل المملكة على تسريع وتيرة إنجاز 16 محطة إضافية، أهمها محطة الدار البيضاء أكبر من نوعها في إفريقيا، ومحطة الرباط اللتان سيتم إنجازها في إطار شراكة بين الدولة والقطاع الخاص. القطاع الخاص هو اللي غادي يتولى هذه العملية. وكتهدف المشاريع المرتبطة بتحلية المياه إلى الانتقال من طاقة حالية كتقدم من 254 مليون متر مكعب لبلوغ طاقة تقريبا ديال 1,700,000,000 متر مكعب سنويا بحلول سنة 2030. ثالثا، تعزيز الموارد المائية الغير الاعتيادية، وذلك عبر إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، فمثلا مدن كالرباط ومراكش وأكادير، الساحة الخضراء يعني الملاعب ديال الجولف اللي موجودة فيها كلها مسقية يعني بهذه الموارد المائية غير الاعتيادية. رابعا، تشجيع أنظمة الري المقتصدة للماء عبر اعتماد سياسة ديال تعميم تقنيات وأنظمة الري اللي كتهدف إلى ترشيد الاستهلاك ديال المياه في القطاع الفلاحي. من بعد ما كان المغرب الأخضر توجدت تقريبا 650,000 هكتار بالسقي بالتنقيط، وبالاقتصاد ديال أكثر من 2 مليار ديال المتر مكعب ديال الماء من مياه السقي. كما كتعمل بلادنا الآن في إطار المخطط ديال الجيل الأخضر الذي أطلقه صاحب الجلالة نصره الله على الرفع من هذه المساحة المسقية باش تدوز من 650 إلى 1,000,000 هكتار في أفق 2030. خامساً، اعتمدت بلادنا هذه الاستراتيجيات اللي هي استراتيجية ديال سياسة السدود لتنمية العرض المائي، واللي هذا الشيء اعتمدته بلادنا منذ ستينيات القرن الماضي، واكتسب المغرب من خلالها تقريبا بنية تحتية مائية مهمة كتكون من 154 سد
كبير بسعة تخزينية كتجاوز 20 مليار ديال المتر مكعب، و17 سد آخر اللي هو قيد الإنشاء بسعة كتناهز 5 المليار، ليكون في الأخير واحد البسان ديال الماء ديال 25 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030. حضرات السيدات والسادة، رغم المكتسبات العديدة اللي حققتها المملكة المغربية في التدبير ديال ندرة المياه، لا زالت هناك تحديات وإكراهات عديدة، ولا يمكن أن نربح رهانتها إلا من خلال الانخراط الجدي والمسؤول ومواصلة العمل التشاركي وتعزيز الاستثمارات المبتكرة، وكذلك تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وشكرا لكم.